السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معي في مطبخ هبة الشربيني. هنبدأ الفيديو بتاعنا كالعادة بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتوا بقى يا حبايب قلبي شايفين كده، هنعمل مع بعض كبسة الحلة الواحدة، كبسة اللحمة، وهنعمل كمان كبسة فراخ. أسهل وأسرع طريقة لكبسة اللحمة وكبسة الفراخ هتشوفوهم معايا في الفيديو ده، وطريقة مميزة جدا والطعم ولا أحلى من كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده على السريع وفي ثواني، ما شاء الله، يعني بتاخدش اي وقت. انا داخلة المطبخ قبل المغرب بساعة وعملت الوصفتين دول وهتشوفوهم مع بعض. يلا نبدأ بقى ونقول عملنا الجمال ده ازاي بأسهل وأسرع طريقة. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على المقادير اللي معانا هنا لحمة. انا عاملة كمية قليلة من اللحمة عشان فيه فراخ. ومعانا هنا 4 كوبايات رز بسمتي. ومعانا البهارات اللي معانا توم باودر وبصل باودر وبهارات لحمة وبابريكا وكمون وكزبرة وفلفل اسمر، والبصل طبعا مش هننساه. ومعانا هنا 3 معالق من الصلصة. ومعانا هنا القرفة، عيدان القرفة واللومي وحبهان وكمان الكركم. يلا بقى ندخل على المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. معانا هنا حلة حاطين فيها سمنة سخنت قوي على النار، وهننزل عليها بالبهارات الحصى اللي هي عيدان القرفة واللومي والحبهان وكمان الكركم. هنبدأ نشوح البهارات حلوة قوي كده وننزل عليهم باللحمة. الخطوة دي ممتازة جدا، بتدي طعم للحمة ولا أحلى من كده. جربوها ومش هتندموا. احنا هنا بنشوح اللحمة في البهارات دي، بتاخد اللحمة طعم البهارات ونكهتها بتخليها رهيبة. هنبدأ بقى، شفتوا بعد ما اللحمة تاخد اللون الحلو ده في التشويح، هنبدأ نقلبها على الجنب التاني تاخد نفس اللون. احنا مع بعض خطوة خطوة. جربوا الوصفة دي في كبسة اللحمة وكبسة الفراخ، هتعجبكم جدا بإذن الله. شايفين بعد ما شوحنا اللحمة على الجنبين؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. تمام كده، تمام قوي. هنبدأ بقى ننزل عليهم بمعلقتين الصلصة ونشوح الصلصة كويس جدا، عشان مش عايزين لسعة الصلصة نحسها في اللحم. هننزل عليها بمعلقة السكر. السكر منه هيضيع الحموضة بتاعت الصلصة او هيعادل الحموضة بتاعت الصلصة، وكمان هيسوي اللحم. هننزل عليهم بقى بكوبايتين مية مغلية. احنا مش هنكتر مية، احنا بس عايزين نعمل صوص حلو قوي، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. هنبدأ ننزل بقى بحبة بهارات كده من البهارات اللي احنا محضرينها، وهنقلبهم كويس. وطبعا لما اللحمة بتاعتنا تبدأ تدخل في السوا هننزل عليهم بالملح. وهنا بقى هننزل بالبصل. احنا ممكن كنا ننزل بالبصل واللحمة بتتشوح الطريقة دي او الطريقة دي زي ما تحب. شايفين بقى كرملة البصل مع اللحمة والصوص الجميل ده بعد اللحمة بتاعتنا ما خلصت. هنبدأ بقى نعاير المية بتاعتهم عشان ننزل عليهم بالرز. احنا هنا معانا 3 كوبايات رز، هحط لهم 6 كوبايات مية. نزلنا بالرز كده على اللحمة اللي معانا، وهنغطيها بقى وتعيش حياتها. معانا هنا الزبيب، هنحط عليه مية مغلية ونسيبه بس 5 دقايق، وبعد كده هنحمره في سمنة بلدي. تمام كده. معانا طاسة فيها سمنة بلدي، هنشوح الزبيب فيها كويس جدا لغاية الزبيب ما يبقى بالشكل ده. تمام كده. خطواتنا سهلة وبسيطة ومفيش اسهل من كده. ودي الكبسة بتاعتنا بعد ما خلصت. هنزوقها بقى بالزبيب كده، وزي ما تحب، عايز تحطي لوز، عايز تحطي سوداني، زي ما تحب. شايفين بقى جمال الكبسة ولا اسرع من كده. هنبدأ هنا نشتغل في كبسة الفراخ. معانا طاسة فيها معلقتين سمنة، هننزل عليها برضو بالبهارات الحصى اللي هو اللومي والقرفة. ومعانا هنا خلطة البروست. خلطة البروست دي بتيجي من عند العطار جاهزة. هننزل عليها بالفراخ كده. برضو هنسيب الفراخ تتشوح وتاخد لون حلو قوي في الخلطة دي. الخلطة دي حلوة قوي. لو مش ممكن نستعمل هنا كاري وكركم وحبهان مطحون وال7 بهارات، هتديكي نفس الطعم. هننزل هنا بقى
ببهارات الفراخ وشوية ورشة قرفة والملح طبعا. طبعا الخلطة دي فيها كل الحاجات اللي فيها، ونخلي بالنا من الملح علشان الخلطة دي فيها ملح كتير. تمام كده. هنقلب بقى. شايفين جمال الفراخ؟ هننزل عليهم بمية سخنة برضو حوالي كوبايتين لغاية ما الفراخ اللي معانا تستوي في الخلطة الحلوة دي. الفراخ خلاص استوت معانا، هنبدأ بقى نشيلها. شايفين جمال الفراخ؟ ولا احلى من كده، ولونها ولا احلى من كده. هنبدأ بقى نشيل الفراخ كده من الخلطة الحلوة دي. في اسرع من كده اكلة بقى. والخلطة دي هنبدأ نصفيها الاول عشان ننزل بالرز عليها. شايفين؟ عشان فيها حاجات كتير مش ما ينفعش تيجي في الرز، عشان الرز بتاعنا يكون شكله حلو كده. هنبدأ هنا بقى ننزل بالرز كده على الخلطة الجميلة اللي معانا دي. الخلطة لونها وهمية وريحتها جايبة لاخر الشارع. معانا هنا بقى الدبابيس اللي معانا، هنعمل لها الصوص الحلو اللي احنا بنعمله على طول، اللي هو معلقتين صلصة ومعلقة كاتشب ومعلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان. وندهن فراخنا حلوة قوي كده وندلعها اخر دلع. ويلا بينا بقى نحطها تحت الشواية تاخد لون مميز. شايفين بقى الجمال؟ ولا احلى من كده ولا اسرع من كده. بجد انا مبسوطة جدا. الوصفتين ما خدوش مني ساعة وطلعت نتيجتهم هايلة. يلا بقى جربوا الحاجات الحلوة دي وقولوا رأيكم ايه. ويا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة خفيف وسهل كده زي ما انا حباه انتوا كمان تحبوه. وما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واللي ما شافش القناه بتاعتنا ويشوفها لاول مره يضغط على زر الجرس ويعمل لنا اشتراك عشان يسعد بينا كده وبقناتنا زي ما احنا هنسعد بيه بوجوده معانا. وبكده نكون خلصنا الفيديو الخفيف بتاعنا ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.